السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. الفترة اللي فاتت كان في بعض الاصدقاء اللي بيتفرجوا علينا على يوتيوب تواصلوا معنا من خلال منصات التواصل اللي بنسيبها دايما في وصف الفيديو، وكانوا بيبعتوا لنا حساباتهم على منصة خمسات بحيث ابص عليها واقول لهم على نصايح لو محتاجين نصايح يظبطوا بيها الاكونت بتاعهم او الخدمات بتاعتهم على منصة خمسات، بحيث يقدروا يعدوا المرحلة اللي هم فيها ويقدروا الخدمات على الاقل تبدأ تظهر في البحث، او لو في اي اخطاء في الخدمات بتاعتهم هم نشرنا اقدر اقدم لهم نصيحة بسيطة بناء على خبرتي في منصة خمسات. فخلينا في الفيديو ده ندخل على منصة خمسات ونختار بعض الخدمات للبائعين الجدد اللي لسه ما باعتش، ونشوف لو فيها اي اخطاء نبدأ نتكلم عنها في الفيديو ده. الموضوع ده هيفيد بعض المبتدئين اللي لسه داخلين منصة خمسات وبالتالي مش عارفين ازاي بيكتبوا وصف الخدمة او بيكتبوا عنوان الخدمة، وازاي بيختاروا الصورة المصغرة لواجهة الخدمة، وكذلك تطويرات الخدمة بحيث يقدروا يعلوا من ربحية الخدمة بتاعتهم. هنتكلم عن كل الكلام ده واحنا بنعمل تقييم للخدمات المنشوره على منصه خمسات. وبالتالي انت لو عندك حساب او عندك خدمات تقدر تبعت لنا على اي منصه تواصل موجوده في وصف الفيديو وهنختارها وهنعمل لها تقييم في الفيديوهات اللي جايه. هنبدا نختار 5 أو 6 حسابات على منصه خمسات وهنعمل لهم تقييمات في فيديو مشروح هينزل على يوتيوب، ممكن نخليه كل اسبوع او كل فتره. علشان كده يا صديقي ما تترددش لو انت حابب تشوف تقييم لحسابك على منصه خمسات او تقييم للخدمات اللي انت ناشرها. مش هنبخل عليك باي معلومه او باي نصيحه. هدفنا في القناه دي هو هدف تعليمي، هدفه يساعدك ان انت تبدا تحط رجليك على اول طريق النجاح في مجال او في طريق الفريلانس. فخلينا ما نضيعش وقت ونبدا الفيديو، يلا بينا. طيب خلينا ندخل على منصه خمسات بشكل عشوائي، ننزل في قسم التصميم. خلينا ندخل على قسم تصميم الشعار بما انه اكتر حاجة منشورة على منصة خمسات تقريبا. طيب خلينا على طول عشان نقدر نوصل للبائعين الجدد خلينا نعمل فلتر ونحدد على البائع الجديد عشان بس يظهر لنا كل البائعين الجدد على المنصة. خلينا طيب نبص بصة سريعة كده ونختار حاجة ملفتة نقدر نتكلم عنها، بحيث لو انت هتكون في نفس الحالة تقدر تستفاد من الكلام، لان الكلام هيكون بشكل عام وبالتالي هيفيد اي حد عنده نفس المشاكل اللي احنا هنشوفها في الخدمات دي، فبالتالي يقدر يعالجها هو كمان ويستفاد من المعلومات اللي بتتقال. خلينا نبص على الخدمة دي بما انها لسه ما باعتش. طيب هو لسه البائع دوت يعتبر بائع جديد ما باعش اي خدمة خالص. طيب كان اولى ان الخدمة دي كانت تبقى ب5 دولار في البداية لحد ما تبدأ تبيع كتير، وممكن بعد كده نعلي سعر الخدمة زي ما احنا عايزين. تمام، دي اول حاجة. العنوان هنا كان ممكن يكون محتاج ضبط اكتر من كده. زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي احنا شرحناها قبل كده ان العنوان كل ما بيكون مخصص لجهة معينة او لنشاط معين او اللوجو مثلا يكون بستايل معين، كل ده لما بيكون متحدد في العنوان ده بيساعد بشكل كبير جدا وبيخرجنا من دايرة المنافسة اللي بتكون مثلا لو دايرة المنافسة دي انا بنافس مع 100 شخص، لما انا بكتب العنوان بتاعي بشكل مخصص سواء بنوع اللوجو او بستايل اللوجو او بالنشاط نفسه او بنوع النشاط زي مثلا النشاط او المجال الطبي زي المجال العقاري زي مجال المحاماة، كل ده لما بيكون مكتوب بشكل مخصص في العنوان ده بيخرجني من دايرة المنافسة الكبيرة وبيحطني في دايرة منافسة اقل مع مستقلين اقل، فبالتالي بيكون عندنا افضلية او فرصة ان العميل يختارنا لتنفيذ الخدمة دي. تمام، خلينا نقول مثال برضه عشان يكون واضح. انا مثلا بقول تصميم لوجو كاليجرافي او تايبوجرافي لمكاتب المحاماة، كده انا حددت ستايل اللوجو وحددت النشاط نفسه. بيخش صاحب الخدمة او اللي محتاج لوجو بالستايل ده او للنشاط ده لما بيكتب في البحث على طول لوجو مثلا لمكتب محامي، ساعات العميل ما بيكونش فاهم هو بيبحث ازاي، هو بيبحث بالتلقائية بتاعته، هو محتاج حاجة فبيكتبها في البحث. ذكائك انت كبائع على منصة خمسات ان انت تكتب الحاجات اللي ممكن تيجي في ذهن العميل وهو بيبحث عن خدمته او المستقل اللي ينفذ الخدمة بتاعته. تمام، فانت لما بتكتب العنوان كده بشكل مستقل او بشكل متخصص قوي ده بيديك افضلية في الظهور في البحث وبالتالي افضلية في ان العميل يختارك. تاني حاجة احنا بندعم اللي احنا كاتبينه في العنوان في معرض اعمال الخدمة بتاعتنا. لو انا كاتب تصميم لوجو تايبوجرافي لمكاتب المحاماة فالمفروض ان انا احط هنا في معرض اعمال الخدمة بتاعتي لوجوهات تايبوجرافي لمكاتب محاماة بس.
انت كبائع جديد عندك 5 خدمات على المنصة، تقدر تنشر كل خدمة فيهم بشكل مختلف تماما زي ما انت عايز. لو انت متخصص في انواع مختلفة من اللوجو، تقدر تخصص كل خدمة لنوع مختلف. ده هيديك افضلية كبيرة جدا في البداية، لان لو نزلت اللوجو بشكل عام، صدقني انت هتتوه في وسط آلاف الاشخاص اللي منزلين خدمات تصميم اللوجو. تمام، خلينا ننزل على الوصف. طيب الوصف بالنسبة لي ممتاز جدا. تنسيق التكست نفسه ممتاز. كتابة الحاجات اللي انت هتقدمها للعميل بشكل مخصص كده، ده ممتاز جدا. تمام، انا هنا فهمت طبعا. هو تمام، هي كلمة بسعر اضافي طبعا كانت ممكن تذكر على طول ان في تطويرات في الخدمة تحت، بس برضو بما انها مكتوبة بتفيد في الظهور في المحركات، في محركات البحث الخاصة بالمنصة خمسات او بجوجل حتى، ان كلمة هوية بصرية وكلمة العلامة التجارية، الحاجات دي ساعات في عملاء بتبحث بالكلمات دي. تمام، بس بالنسبة لي الوصف كويس. تمام. تعقيبي على زي ما احنا اتفقنا على العنوان والسعر، في البداية كان ممكن يكون $5 عشان ندي افضلية بس في البداية لحد ما الخدمة تبيع كتير. وهنا كنا ممكن نحط خدمات اكتر من كده في سوري، كنا ممكن نحط اشكال لوجوهات في معرض الخدمة يكون اكتر من كده، ويكون التركيز على اللوجو بشكل كبير. يعني بدل الزحمة في طريقة العرض، كان ممكن اللوجو ده كان يكون متركز عليه. او زي كده برضو عرض اللوجو في موكبس بتخلي اللوجو شكله واقعي اكتر وبيكون ملفت للعين. تمام. بالنسبة لتطويرات الخدمة، تطويرات الخدمة بالنسبة لي برضو كان ممكن طبعا يضيف تطويرين كمان، لان انت ليك بحد اقصى 5 تطويرات تقدر تضيفهم، فانت ممكن تستغلهم افضل استغلال. تمام، خلينا نشوف طيب خدمة تانية ونشوف هنعقب عليها ازاي. طيب خلينا نشوف الخدمة دي كده. هو هنا حاول يعمل تخصيص للخدمة بتاعته في العنوان، آه، بس برضه ما خصصهاش بالشكل المطلوب. يعني كنا ممكن نكتب تصميم شعار لصفحات الفيسبوك وقنوات اليوتيوب مثلا. تمام، كنا ممكن نحددها، لان فيسبوك، كلمة فيسبوك وكلمة يوتيوب، في ناس بتبحث في البحث هنا في خمسات عن لوجو لقناة يوتيوب، لوجو لصفحة فيسبوك، وهكذا. الكلمات دي كل ما بتكون مكتوبة في العنوان، كل ما بيديني افضلية ان الخدمة دي تظهر في محركات البحث في الاول. دي حاجات ليها علاقة بالالجوريزم بتاع منصة خمسات، وليها علاقة بالاس اي او، اللي هي السيرش انجن اوبتمايزيشن، الطريقة اللي بيتم البحث بيها على محركات البحث، ظهور نتائج البحث بناء على كلمة البحث المكتوبة دي. تمام، خلينا نشرحها سريعا لو هتبقى مفيدة بالنسبة لك. لو عميل بيبحث عن تصميم لوجو لقناة يوتيوب، فبالتالي اي حاجة الجملة دي لو مكتوب منها كلمات في العنوان وفي الوصف، ده بيديني افضلية ان الخدمة دي تظهر في محركات البحث، لان ده بيدي انطباع لجوجل او منصة خمسات ان الخدمة دي فيها الكلمات اللي العميل بيبحث عنها، فبالتالي بيبدأ يرشحها له في الاول. تمام، دي نقطة. في نقطة ادفانسد شوية خاصة بالكلمات المفتاحية والاي سي او. الصورة المصغرة دي وهي عندي على الجهاز، انا بسميها باسم عنوان الخدمة بتاعتي على خمسات. صدقني ده بالنسبة لك ممكن يكون ملوش اي معنى، بس بالنسبة لمحركات البحث له معنى كبير جدا، لان الالجوريزم بيقدر يوصل لاسم الملف نفسه او اسم الصورة نفسها متسمية ازاي وهي مرفوعة على المنصة، فبالتالي ممكن تساعدك في الظهور في جوجل نفسه، لان لما حد يبحث في جوجل وارد خدمتك تظهر له بسبب حاجة زي كده. ولو هو بيبحث في الصور، وارد برضو الصورة دي تظهر له بسبب حاجة زي كده. فبالتالي ممكن يدخل لك من جوجل اصلا، يعني ممكن يدخل لك من مكان خارج منصة خمسات خالص، مش في الحسبان بالنسبة لك. تمام، خلينا نشوف الخدمة من جوه عاملة ازاي. طيب هي الخدمة بيعة واحدة، ودي حاجة كويسة. بس طيب خلينا نشوف طيب الوصف. طيب الوصف بالنسبة لي برضو معمول بشكل احترافي جدا. الوصف مكتوب بشكل كويس، بيوضح هو هيقدم ايه للعميل، بحيث ان العميل وهو بيختار بيكون موافق على الخدمة بناء على قراءته للوصف ده. تمام، خلينا نشوف باقي معرض اعمال الخدمة. طيب
طيب هو طبعا من رؤيتي للنماذج بتاعت الأعمال ممكن أقول إن المستقل هنا لسه يعني إلى حد ما مبتدئ شوية في تصميم اللوجوهات. نصيحتي ليه إن أنا أبدأ أطور نفسي في تصميم اللوجوهات. لو أنا خلاص حابب المجال ده وشايف إن أنا هروح فيه لمكان كويس، لازم هطور نفسي في مجال تصميم اللوجوهات. تصميم اللوجوهات يعني إلستريتور برنامج رسم وتلوين من الصفر لحد التنفيذ النهائي، بيقدر يعمل حاجات كتير جدا. فالطريقة الصحيحة أو الطريق الصحيح لتصميم اللوجوهات هو برنامج إلستريتور. فنقدر نتعلم برنامج إلستريتور ونتعلم ازاي نصمم لوجوهات عن طريق برنامج الإلستريتور. وصدقني أول ما توصل لمرحلة الاحتراف أو إن أنت تقدر تقدم لوجوهات مبنية على أسس، خلاص انت هتلاقي نفس او هتلاقي الفرص ان شاء الله اللي هتساعدك ان انت يبقى ليك عملاء بتشتغل معاهم، او تقدر لو عميل جديد محتاج حاجة هتقدر تفهم متطلباته وتعمل له اللي هو عايزه بالظبط. تمام. بالنسبة للعنوان، العنوان يعني تمام لانه ظاهر برضه حاجة يعتبر مخصصة. كان ممكن التخصص هنا يبقى اكتر من كده شوية. ممكن نكتب نشاط معين زي ما اتفقنا قبل كده. نشاط ممكن نشاط المجال العقاري او المجال الطبي او مجال المحاماة او المجال الرياضي او اي حاجة شبه كده. الحاجات دي زي ما اتفقنا بترشحنا في البحث او بتخلينا لنا افضلية في الظهور في البحث، وبالتالي المنافسة بتقل علينا شوية. برضو هنا مدة التسليم كبيرة شوية 4 ايام، لان في ساعات العميل طبعا هو داخل بيدور، هو بيقارن بين عدد كبير جدا، فبالتالي بالنسبة له هيختار افضل حد ممكن يقدم الخدمة باحسن سعر وباقل مدة تسليم. تمام. فانا نصيحتي هنا برضو كان ممكن الخدمة تبقى ب$5 في البداية، لحد ما بعد كده تبقى الخدمة اتباعت كتير، وبعد كده ممكن نعدل سعرها عادي او نرفع سعرها. تمام. وهنا مدة التسليم كانت ممكن تقل طبعا. بالنسبة لتطويرات الخدمة تمام، هو هنا هنقول برضو هو كاتب التطويرات بشكل ذكي. وهنا ممكن يكون ان التسليم هنا 4 ايام بتبرر ان هو حاطط بند اضافي في تطويرات الخدمة انه ممكن يسلم الشغل في اقل من 24 ساعة. طيب بس زي ما اتفقنا ده مش هيبرر اطلاقا ال4 ايام، لان العميل زي ما اتفقنا بيقارن، والعميل دايما بيكون مستعجل ومحتاج يشوف شغله في اسرع وقت. طيب خلينا نشوف الخدمة دي برضو، لانها الصورة المصغرة بالنسبة لي يمكن اقل لفت للعين وانا بتفرج على اللوجوهات. انا عشان بتفرج علشان اشوف اقل حاجة ممكن تكون ملفتة ونتكلم عليها، لان هي دي اللي محتاجة تحسين شوية. تمام. تمام، خلينا نبص عليها كده. برضو اول حاجة العنوان يعني بص العنوان اللي جنبه هنا ده حد متخصص في حاجة زي كده وبيقدم حاجة مخصصة. تمام. هو كاتب ان هو بيصمم شعارات بالخط العربي، اللي هو الارابيك كاليجرافي. تمام. وبرضه ذكاء منه انه كاتب العنوان ده بالانجليزي وبالعربي. هو ممكن ما كانش يكتب العنوان كله بالانجليزي، كان ممكن يكتب جنب تصميم الشعارات بالخط العربي جنبيها بس كلمة ارابيك كاليجرافي، لان دي ممكن تفيده في البحث. زي ما اتفقنا لما العميل بيكتب حاجة في البحث وهو كاتبها في العنوان بترشحه انه يظهر في الاول. تمام. طبعا هنا العنوان برضو يعتبر شبه عام شوية، في وسط المنافسة الكبيرة هيكون صعب عليه. برضو بالنسبة للسعر $10 كان ممكن يكون $5 في البداية. خلينا نبص كده على معرض الأعمال. تمام. يعني دي كصورة خدمة بصراحة ممكن تكون ما لفتتش انتباهي قوي، لكن في حاجات هنا معمولة بشكل كويس كانت ممكن تكون أفضل. تمام. خلينا برضو نبص على الوصف بتاعه. هو كاتب الوصف بشكل كويس، كاتب هو بيشتغل ببرامج ايه، ودي ممكن تدي انطباع كويس للعملاء انه بيشتغل ببرامج ادوبي، لانها الاكثر احترافية في تنفيذ اللوجوهات او تصميم اللوجوهات. كاتب هو يقدم الشعار بمقاس ايه، بجودة ايه، بالوان ايه، وحتى بالصيغ اللي هو بيقدمها البي ان جي او جي بي جي. تمام. وكاتب طبعا زي اثبات كده على العميل انه بمجرد انه ما يطلب الخدمة فبالتالي هو موافق على الوصف ده. هو كاتب الوصف بشكل كويس وواضح. بالنسبة لخدمات تطويرات الخدمة، هو طبعا مش كاتب تطويرات خدمة، ودي مش حاجة حلوة، لان ممكن يكون العميل محتاج حاجات تانية اضافية، فبدل ما الخدمة تكون $10 ممكن تقف معاك $50 حتى. تمام. زي انه يسلم الشعار بصيغه البي اس دي او بصيغه الاي اي الستريتور، اللي هي صيغه السورس نفسه بتاع الملف. ممكن يقدم
نموذج او 2 او 3 للوجو نفسه بسعر مختلف، ممكن يحط بند انه ما يحطش الخدمة او النموذج اللي هو عمله العميل في معرض اعماله الشخصي. فدي ممكن هتعلي ربحية الخدمة بتاعتك. تمام. اتمنى تكون التقييمات البسيطة دي قدرت تساعدك او توضح لك الرؤية بشكل يمكن افضل شوية من الاول. وزي ما اتفقنا، لو انت عندك خدمات حابب تبعتها لنا ونقيمها في فيديوهات مشروحة على يوتيوب، تكون في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، ابعت لنا على اي وسيلة تواصل موجودة في وصف الفيديو، سواء كان صفحتنا على فيسبوك او حساب انستجرام. وان شاء الله هنبدأ نعمل له مراجعة وتقييم وشرح في الفيديوهات الجاية. وبس كده يا صديقي، لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن مجال الفريلانس وخاصة منصة خمسات، اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. بالتوفيق ليك، سلام.